السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما بدأنا بتجهيز القسم الطابق الأرضي والأول، انطلقنا للطابق الثاني والثالث اللي هو عبارة عن غرف مرضى للمرضى الجراحة ومرضى الداخلية. الحمد لله رب العالمين. بكل طابق في مجموعة قسمين، قسم للرجال وقسم للنساء. لجأنا لتجهيز الغرف عبارة عن صدقات جاري لمن يرغب بالوقف للغرف. كل غرفة مستقبلا إن شاء الله بس تكون جاهزة، راح يكون في بلوك باسم المتبرع أو باسم الواقف. كل غرفة مجهزة بحمام وتواليت خاصة فيها، بالإضافة لمكان لسريرين. كل الغرف إن شاء الله راح تكون على نفس الترتيب إن شاء الله. أي متبرع بيحب يتبرع ويكون وقف له أو لمن يرغب، راح تكون لاحقا إن شاء الله بلاكي موجودة على كل غرفة. إن شاء الله المريض ما نضطر يكون في عدد من المرضى، لكن في حال الإيواء للمريض في الغرفة راح يتذكر صاحب الوقف بدعوات إن شاء الله على ما قدم، خاصة عندما يقف في هيك إطلالة على قسم العيادات الخارجية ضمن المشروع المجمع، بالإضافة للإشراف المطل على مسجد الخاص في المشروع. الله يجزاكم خير ويتقبل منكم. طبعا كل غرفة قيمة الوقف فيها بحوالي $5000 بتكون الغرفة جاهزة وكاملة. الله يجزاكم خير ويتقبل منكم ويعوض على كل من يوقف في هذا المشروع الطيب. كالغيث كن نفعا ألا ما أجملك، تسقي عطاشا في الدجى يدعون لك، تحيي قلوبا قد تقادم يأسها، وتعيد فيها نبض فأل قد هلك، وتعيد فيها نبض فأل قد هلك. حدد طموحك واسع في شغف له، لا تنتظر فرص النجاح لتوصلك، في بحر عمرك فلتجدف جاهدا، إن الجمود على العلا لن يحملك. حدد طموحك واسع في شغف له، لا تنتظر فرص النجاح لتوصلك، في بحر عمرك فلتجدف جاهدا، إن الجمود على العلا لن يحملك.